بيبدأ الفيلم بجان وسيمون، واللي بنعرف انهم اتنين اخوات ومقربين من بعض، واللي بيكونوا قاعدين عند المحامي وبيبان عليهم الحزن، وده لان والدتهم اتوفت من ايام. وبيقرأ المحامي وصية نوال والدتهم، واللي بتقول فيها انهم ما يدفنوهاش الا لما يجمعوا باقي افراد اسرتهم. وبيستغرب سيمون وجان وده لانهم ما يعرفوش حاجة عن والدهم. فبيكمل المحامي قراءة الوصية وبيقول ان والدتهم سابت رسالتين، رسالة لجان ودي الرسالة اللي هتوصلها لوالدها، ورسالة لسيمون ودي الرسالة اللي هيوصلها لاخوهم. فبيتضايق سيمون وبيقول للمحامي ان ما عندهوش اخوات غير اخته جان، وبيتهم والدته بالجنون وبيرفض انه يدور على واحد ما يعرفوش. وده على عكس جان اللي بتتأثر بوصية والدتها وبتفكر انها تنفذ كلامها وتدور على والدها وتسلمه الرسالة. وبعدها بنشوف جان في الجامعة وبنعرف انها دكتورة في علم الرياضيات، وانها ذكية جدا ومختلفة عن كل البنات اللي في سنها. وجان بتتكلم مع المشرف بتاعها وبتعرفه انها خايفة ما تكملش دراستها على رسالة الماجستير بتاعها، وده لانها تحت تأثير صدمة وفاة والدتها، وانها اكتشفت بان والدها لسه عايش، وكمان عندها اخ لسه ما قابلتوش لحد دلوقتي. فبيقول المشرف بتاعها انها لازم تصدق احساسها وما تخافش انها تعرف الحقيقة، وده لانها لو فضلت عايشة في شك مش هتقدر تتخطى وفاة والدتها او تكمل حياتها في سلام. وبيسألها المشرف اذا كانت تعرف اي معلومات ممكن تساعدها في انها تلاقي والدها، فبتعرفه ان والدتها حكت لها قبل كده انها اتعرفت على والدها في الجامعة. فبيفكر المشرف وبيكتب لها اسم سعيد حيدر وبيعرفها انه هيقدر يساعدها، وده لانه بيدرس في الجامعة دي من زمان وعارف كل الطلاب اللي درس لهم. وجان بتحتار وما بتكونش عارفة تختار بين انها تتجاهل وصية والدتها وتفضل مصدقة ان والدها مات في الحرب، ولا تدور على الحقيقة وتعرف والدها المجهول وسبب كذب والدتها عليهم، وده لانها اقنعتهم طول السنين اللي فاتت انه ميت. وبنرجع بالزمن وبنشوف نوال والدة جان وهي في شبابها، وبنشوفها وهي بتهرب مع شباب من اسرتها، ولكن في نفس اللحظة دي بيشوفها اخوها الكبير وبيضرب الشاب اللي معاها بالنار. وقبل ما يقتلها بتيجي جدتها وبتنقذها وبتاخد نوال على البيت، وبتتخانق معاها وبتقول لها انها ضيعت شرف العيلة وفضحتهم، وبتضربها وبتلومها انها كانت هتهرب مع ارهابي. ونوال بتنهار من الحزن وبتعيط وبتعترف لها انها حامل، وبعدها بتسامحها جدتها وبتشجعها انها تولد، وبعد كده تسيب الطفل وتسافر لشرق المدينة وهناك تتعلم وتبدأ حياة جديدة، وانها هتقدر تساعدها تسافر وتخلص من سجن اخواتها. وبنعرف ان نوال من اسرة عربية مسيحية متدينة، وبعد 9 شهور بتولد نوال ولد وبتعلمه جدته ب3 نقط على كعب رجله بالحبر، وده علشان نوال تقدر تلاقيه مرة تانية. وبيبعتوا الطفل لدار الايتام، وبعدها بتسافر نوال علشان تكمل دراستها في الجامعة. وبنرجع للحاضر وبنشوف جان وهي في نفس الجامعة اللي والدتها درست فيها، وهناك بتسأل في شؤون الطلبة اذا كانت في معلومات عن والدتها. فبيقول لها المسؤول ان نوال كانت بتدرس في الجامعة وبتكتب في صحيفة الجامعة، وجان بتدي المسؤول صورة والدتها وده علشان يقدر يقول لها معلومات اكتر. وبعد ما بيبص لصورتها بيتفاجئ من الصورة، وبيعرفها ان والدتها كانت متصورة الصورة دي في منطقة اسمها كفر ريات، واللي بيكون عبارة عن سجن في جنوب المدينة. وبنرجع بالزمن وبنشوف نوال وبيظهر ان في الوقت ده بتشتعل حرب في لبنان وبيزداد عدد اللاجئين، ولما بيزيد الوضع خطورة بيقفلوا الجامعة، وده لان الطلاب بدأوا انهم يتظاهروا ويدعموا اللاجئين. وبيخاف عم نوال وبيقرر انه ينقل هو واسرته ويخيموا في الصحراء، وده لان الحرب زادت في المدينة. ونوال بتتضايق وبتخاف على ابنها، وده لان ممكن يقفلوا دور الايتام والاطفال تتشرد في المخيمات او مثلا يقتلوهم. وبتترعب نوال من فكرة خسارتها لابنها، وبتقرر انها تهرب وتسيب بيت عمها وتدور عليه قبل ما يوصل الجيش لدور الايتام. ونوال بتهرب من بيت عمها وبتسافر لوسط المدينة ومش بتهتم بالحرب والخطر اللي في كل مكان، وبتوصل لدار الايتام، ولكنها بتتفاجئ لما بتعرف انهم رحلوا الاولاد لدار ايتام تانية. وبتروح لدار الايتام دي، ولكنها بتتصدم لما بتشوفها مقذوفة ومهدودة وكأن الحرب قامت فيها، ومش بتلاقي اي اثر لاي اطفال. ولما بتسأل اللاجئين عن مكان الاطفال واذا كانوا عايشين ولا لا، بيعرفها راجل عجوز انهم اخدوا الاطفال لمخيم اسمه ديرسي، وفي الطريق بتوقفهم جماعة من الجماعات الارهابية وبتقتل السواق وكل اللي راكبين في العربية. وبتستخبى نوال في ارضية العربية وبتكتشف ان في ام وطفلتها لسه عايشين، وبتبدأ الجماعة الارهابية انها تحرق العربية، ولكن بتصرخ نوال وبتقول انها مسيحية، وبتاخد الطفلة من امها وبيطلعوها بره العربية وبيقتلوا الام. ولما بتحاول نوال تمنع الطفلة انها تروح لوالدتها بيفهموا ان الطفلة مسلمة وبيقتلوها. وبنرجع للحاضر وبنشوف جان وهي بتدور على اي معلومة تقدر توصلها
بتوصلها لوالدها وبتروح كفر ريات اللي قال لها عليه المسؤول، وهناك بتوري صورة والدتها لصاحب دكان وبيشاور لها على بيت عيلة نوال. ولما بتدخل البيت بتسأل عن أي معلومات عن والدها وهاب أو والدتها نوال مروان، وفجأة بيزعقوا لها وبيتكلموا معاها بقسوة وبيقولوا لها إن والدتها جابت العار للعيلة، وإنها أول ما سابت البيت وهربت الحرب بدأت ومن وقتها وهم ما يعرفوش عنها حاجة، وبيرفضوا إنهم يستقبلوها أو يساعدوها بأي معلومات. وبنرجع للماضي وبنشوف نوال وهي رايحة مخيم ديرسي، واللي بتتفاجئ لما بتلاقيه بيتحرق وأغلب المخيمين هربوا منه، وبتضطر إنها تقضي الليل وهي مستخبية في الخيمة من هجوم الجماعات الإرهابية، وبتفهم إن ابنها كده مات في الحرب. وبتكتئب نوال وما بتكونش عارفة إزاي هتكمل حياتها بدون ابنها. وبعدها نوال بتنضم للجماعة الإرهابية وبتقدر إنها تكسب ثقتهم بذكائها وثقافتها، لغاية ما بتوصل لزعيم الحركة الإرهابية واللي بيكون اسمه ميليشيا اليمين، وبتقدر إنها تدخل بيته وبيعينها إنها تدرس لابنه اللغة الفرنسية. وبعدها نوال بتدخل لبيت ميليشيا اليمين بسلاح وبتقتله بدم بارد وبتنتقم لابنها. وبتدخل نوال السجن وبيعذبوها وبيقصوا لها شعرها. وبنرجع للحاضر وبنشوف جان وهي بتزور السجن اللي اتحبست فيه والدتها، ولكنه بيكون مهجور وتحول لمكان اثري كبقايا من اثر الحرب. وبتفضل جان تسأل عن اي شخص كان بيشتغل في السجن لغاية ما بتوصل لحارس اسمه فهيم، وجان بتسأله عن والدتها نوال صاحبة الصورة، فبيرفض فهيم انه يتكلم وبيعرفها انه مدير مدرسة مش اكتر. وجان بتصمم انه يساعدها وبتعرفه انها محتاجة تعرف عن والدتها اي معلومات، فبيتأثر فهيم لما بيعرف ان جان بنت نوال، وبيحكي لها انها اختلت زعيم الحركة الارهابية وان رقمها كان 72 وانها كانت دايما بتغني في الزنزانة، وده بالرغم من التعذيب والعنف اللي اتعرضت له، وانهم فضلوا يعذبوا فيها 15 سنة وده عشان تستسلم، ولكنها كانت شجاعة ورفضت انها تضعف او تندم على اللي عملته، لغاية ما جابوا لها متخصص في وسائل التعذيب واللي اعتدى عليها بلا رحمة لغاية ما بقت حامل. وبعدها استنوا لغاية ما ولدت الطفل وبعدين طلعوها براءة. وبتتصدم جان من اللي بتسمعه عن والدتها وبتطلب من فهيم اي معلومات عن الطفل، فبيعرفها فهيم انه ما يعرفش اي معلومات عنه او حتى شافه، ولكنه ممكن يساعدها وبيديلها رقم وعنوان الممرضة اللي كانت مشرفة على حالة نوال. وبتنهار جان من اللي عرفته عن والدتها وبتتصل باخوها سيمون وبتترجى انه يساعدها انه يدور على اخوهم، وده لان والدتهم عاشت حياة صعبة وكانت مسجونة وخلفت طفل وهي في السجن. وبنرجع للماضي وبنشوف نوال وهي بتولد، وبعدها بنشوف الممرضة وهي بتسلم الاطفال لراجل مجهول وبتعرفوا انهم اطفال السجين اللي بتغني، وبنكتشف ان نوال خلفت توأم. وبنرجع للحاضر وبنشوف سيمون واللي بيروح لاخته جان وده علشان يرجعها لكندا مرة تانية، ولكن جان بترفض وبتصمم انها تكمل في بحثها عن اخوها وتعرف قصة والدتها. وبعدها جان وسيمون والمحامي بيروحوا للممرضة اللي قال لها عليها فهيم، واول ما بيوصلوا للمستشفى بيسألوا الممرضة عن نوال مروان، فبتتصدم الممرضة وبتنادلهم باسم جينان وصروان وبتقول لهم انها ساعدت والدتهم نوال في الولادة وانها كانت خلفت توأم. وبيتصدم جان وسيمون وده لانهم بيكتشفوا ان والدهم يبقى مغتصب وان هم اللي اتولدوا في السجن مش اخوهم. وبعد ما بيفوقوا من الصدمة بيقعدوا مع المحامي واللي بيفاجئهم انه طلب مساعدة محامي عربي وده علشان يعرف يوصل لاخوهم. وبيعرفهم المحامي واللي بيكون اسمه مداد ان والدتهم خلفت الطفل في مايو سنة 1970 وانها ودته المرضعة اسمها إلهام، وان بعد الطفل ما كبر ودته المرضعة لدار ايتام وسمته باسم نهاد، وبعدها عرضوا نهاد للتبني. ولكن في نفس السنة دي قامت الحرب واتدمر دار الايتام، ومن وقتها ما يعرفوش ايه اللي حصل لنهاد، وانهم محتاجين يوصلوا للي دمروا دار الايتام ويسألوا عن الاطفال اللي كانوا موجودين في الدار. وبيسألهم سيمون عن الطريقة اللي يقدروا يوصلوا بيها للي دمر المخيم، فبيقول له مداد انهم هيروحوا لمخيم دارسي وهيقول انه ابن الست اللي كانت بتغني ووقتها هو اللي هيلاقيه وهيتكلم معاه. وبعدها بيروح سيمون لمخيم دارسي وهناك بيقابل زعيم المخيم وبيسأله عن سبب وجوده، فبيقول له سيمون انه ابن الست اللي كانت بتغني، فبيرحب بيه الزعيم وبيظهر انه عارف نوال وبيطلب منه انه يستنى في الفندق بتاعه وهو هيلاقيه وهيعرف كل المعلومات اللي عايزها عنه. وتاني يوم بيجي 2 حراس وبياخدوا سيمون معاهم وبيحذروه انه يعرف اي حد بالمكان اللي هيروحوه. ووقتها بيتصل سيمون بالمحامي مداد واللي بيطمنه ان مفيش خطر عليه وبينصحه انه يروح معاهم لو عاوز يعرف معلومات عن اخوه ولو عاوز يعرف مكانه. وبنرجع للماضي وبنشوف نوال لما خرجت من السجن وفي نفس الوقت بتجيلها عربية مجهولة وبتركب فيها وبتقابل شمس الدين واللي بنعرف انها كانت بتشتغل معاه وانها اختلت ميليشيا باوامر منه، وبيعرفها ان عنده علاقات في امريكا وانه يقدر يسفرها ويديلها بيت وشغل، وبيطمنها على اولادها وبينصحها انهم يبداوا حياة جديدة وبعيد عن الحرب.
وبنرجع للحاضر وبنشوف سيمون وهو عند شمس الدين، واللي بيسأله عن سبب بحثه عن نوال مروان، وده لأنها كانت بتشتغل لصالحه زمان وإن اللي بيعمله فيه خطورة عليه. فبيعرفوا سيمون إنه بيدور عن أخوه نهاد واللي كان في دار الأيتام اللي تسبب في تدميرها، وإنه عاوز يعرف مكانه. فبيحكي له شمس الدين إن بعد ما دمر الملجأ أخد الأولاد اللي كانوا فيه ودربهم عنده، وده علشان يكونوا جنود وفدائيين. ونهاد كان واحد من الأولاد ولكنه كان مميز ومحترف وتعلم القتال أسرع من الأولاد التانية وحقق انتصارات كتير، ولكنه في واحدة من العمليات الفدائية اعتقلوه، ولكنهم أعجبوا بمهارته وجندوه وبعتوه لسجن كفر ريات. فبيسألوا سيمون إذا كان نهاد وأبو طارق اشتغلوا مع بعض في نفس السجن في تعذيب والدته. فبيسكت شمس وبيقول بتردد إن نهاد غير اسمه بعد ما انتقل للسجن وبقى اسمه أبو طارق، وبنعرف إن نهاد اغتصب والدته وهو ما يعرفش وخلف منها سيمون وجان، وبكده يبقى الأب والابن شخص واحد وهو أبو طارق. وبيكمل كلامه بحزن وبيقول إن نهاد هرب لكندا وغير اسمه لنهاد حرماني، وبيديله العنوان وبيواسيه وبيمشي. وبعدها بيروح سيمون وجان لنهاد أخوهم وأبوهم وبيسلموا الرسالتين من والدتهم وبيمشوا. وبتكون نوال كاتبة رسالة بصفتها السجينة 72 اللي اعتدى عليها وخلف منها سيمون وجان، وبتعرفوا فيها إن اللي سلموه الرسالة هم أولاده وإنهم عارفين حقيقته وكل اللي حصل. ورسالة تانية بصفتها نوال مروان والدته اللي فضلت تدور عليه طول حياتها وإنها بتحبه مهما حصل، وده لأنها وعدته يوم ولادته إنها هتلاقيه وتحميه. وبيتصدم نهاد من حقيقة اللي عرفه وما بيقدرش ينطق من الصدمة. وبنروح بعدها لجان وسيمون واللي بيكونوا في حالة صدمة وذهول من اللي حصل لهم واللي عرفوه عن والدتهم. وبيديلهم المحامي رسالة من والدتهم واللي بتقول لهم فيها إنهم ما يكرهوش أخوهم، وده لأنه ما كانش يعرف إنها والدته وإنه كان بيدور عليها، والغضب والحزن والحرب هم الأسباب اللي خلتهم يتقابلوا مرة تانية وتفرقوا. وبتطلب منهم إن الحب ينتصر على الحرب وإنهم يفضلوا سوا. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة. وسلام.